دون جوان السينما المصرية رشدي أباظة كان ساكن في عمارة في وسط البلد. ما تيجوا يلا نتفرج عليها. والعمارة دي مش رشدي أباظة بس اللي كان ساكن فيها، ده كان ساكن فيها مشاهير الفن والسياسة. يلا بينا. عمارة الشربطلي موجودة في شارع 26 يوليو في وسط البلد، والعمارة دي عمارة ضخمة جدا موجودة جوه ممر كده في وسط البلد. تعالوا يلا ندخل نتفرج على العمارة. تعالوا بقى اما نشوف مين اللي كان ساكن في العمارة دي. اللي كان ساكن في العمارة دي كمال الشناوي. طبعا كلنا عارفين الممثل الرائع كمال الشناوي. ومحسن سرحان طبعا كلنا برضو عارفينه. وده الشربطلي صاحب العمارة. صدقوا ان كان ساكن في العمارة الرئيس العراقي صدام حسين ودون جوان السينما المصرية رشدي أباظة. ورشدي أباظة ممثل مصري شارك في العديد من الأفلام المصرية وتلقب بلقب دون جوان السينما المصرية. اتولد في 3 أغسطس سنة 1926 وتوفى 27 يوليو سنة 1980، وهو من العائلة الكبيرة عائلة أباظة. أما بقى الرئيس صدام حسين رئيس العراق إزاي كان عايش في العمارة دي؟ لأن الرئيس صدام حسين كان بيدرس في جامعة القاهرة وكان منتسب لكلية الحقوق سنة 1961، ولكن هو ما كملش دراسته في جامعة القاهرة وسافر للعراق سنة 1963 بعد الانقلاب اللي حصل ضد عبد الكريم قاسم. والشربطلي صاحب العمارة هو رجل أعمال سعودي صنف ضمن قائمة الأثرياء العرب لعام 2014. ولو انتوا حابين تعرفوا أكتر عن عماير الزمن الجميل تابعوا الأكاونت بتاعي. معاكم مولي الحشاش، وأشوفكم بجولات جديدة. باي باي.